الميزة القوية دي أنا استخدمتها وحسنت الاستهداف معايا بدرجة غير عادية، وخلتني أحقق مبيعات أيا كان بقى الهدف الإعلان بتاعي كان رسائل ولا هدف الإعلان بتاعي كان مبيعات عندي موقع إلكتروني. بس قبل ما نبدأ الفيديو بقى وأقول لك على الميزة القوية جدا دي، لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك، لو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، ويلا بينا نبدأ الفيديو. خليني افكرك اني فتحت باب الاستشارات المجانيه. تقدر دلوقتي تحجز معايا استشاره مجانيه من خلال اللينك اللي اسفل الفيديو. احجز مكانك دلوقتي معايا. الميزه القويه جدا دي هي انك بتسمح لميتا ان هي تعرف الانشطه المتعلقه بالاعمال بتاعتك عشان تحسن الاستهداف. طب يعني ايه يا محمد؟ يعني ان انت بتسمح لميتا ان هي تعرف شكل العميل بتاعك، شكل العميل بتاعك اللي بيجي يخش يكلمك في الرسائل بتاعتك، شكل العميل بتاعك اللي بيخش على الموقع الالكتروني بتاعك ويطلب منك الاوردر المعين. فانت بتسمح، بتدي كده اذن لميتا ان هي تعرف شكل العميل بتاعك ايا كان بقى شكل العميل داخل منصه الفيسبوك او شكله خارج منصه الفيسبوك على متجرك الالكتروني. طب دي يعني بتفيدنا في ايه؟ دي بتفيدنا في ان الميتا خلاص مجرد لما بتبدا ان هي تعرف شكل العميل بتاعك. هنشوف بقى طبعا بعد شويه ازاي احنا بنعرف ميتا ده شكل العميل بتاعنا. لما بتيجي تستهدف زي ما احنا عارفين، ميتا بتبدا تشوف مين الاشخاص اللي هم بالفعل عملاء عندك وتفاعلوا معاك في اعلانات سابقه، زي في اعلانات رسائل او اعلانات سيلز مبيعات على الموقع الالكتروني. فبتاخد خصائص الناس دي لما بتروح بقى وتعمل لوك لايك او تعمل ان هي تروح تجيب عميل مشابه للعميل ده، فده بيسهل عليها عمليه الاستهداف. فبتلاقي الاعلان بيتحسن باستمرار بناء على التوجيهات بتاعتك اللي انت قلت لميتا ان ايه، ان خلاص خدي اذن ان انت تعرفي شكل العميل اللي اشترى مني قبل كده. فبكده انت بتدي لميتا خصائص وشكل العميل بتاعك، وده بيحسن من الاستهداف. وده طبعا عليه عامل قوي جدا، وللاسف مش كله بيعرف الخاصيه دي. طيب الخاصيه دي بقى بنعملها ازاي؟ وايه الخطوات اللي احنا بنعملها عشان نفعل الخاصيه دي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الداشبورد. يلا بينا مع بعض في الداشبورد. نخش بقى على الداشبورد بقى عشان اوريكم ده بيتعمل ازاي. اول حاجه بنعملها هو ان بنخش على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك عادي خالص. بعد ما بنخش على الصفحه بتاعتنا بنيجي كده عند العمود اليمين وبنختار الميتا بيزنس سويت، بندوس عليها. اول ما ندوس عليها بتفتح لنا كده الصفحه دي، الواجهه دي. اول ما تفتح لنا الصفحه دي بنبدا ان احنا نبص على العمود اللي ناحيه اليمين وبننزل كده بالماوس ونختار كل الادوات. بندوس على كل الادوات. اول ما ندوس على كل الادوات بيظهر لنا كده برضو الشكل ده. بنختار البريد الوارد، بندوس على البريد الوارد. بيظهر لنا اهو، ندوس عليها كده بيظهر لنا الشكل ده. اول ما يظهر لنا الشكل ده مهم جدا طبعا نبقى احنا بيبعت لنا او اتبعت لنا رسائل قبل كده. في رسائل اتبعتت لينا قبل كده. وانت لو لسه عامل انشأت الصفحه جديد ولسه ما فيش رساله اتبعتت لك، انت ابدا ابعت لنفسك رساله. خش من اي حساب شخصي وابعت للصفحه رساله، عشان مهم جدا نبدا نشوف الميزه دي بتظهر فين بالظبط. فانت بتختار اي محادثه وبتبدا تنزل تحت كده هتلاقي علامه الدولار. يعني بتفتح اي محادثه. انت مثلا بتعمل ماسنجر اهو، تدوس على الماسنجر هنا كده هتلاقي طبعا هنا ماسنجر انستجرام واتساب. فانت بتدوس على الماسنجر واختار اي محادثه من ناحيه اليمين كده، واي محادثه تفتحها بتدوس على علامه الدولار اهي مكتوب انشاء طلب. بتدوس عليها كده. اول ما تدوس عليها بيظهر لك الايه، الميزه دي. طيب ايه بقى الميزه دي؟ الميزه دي هو ان الفيسبوك بيبقى معتمد على حاجتين بالظبط. اول حاجه ان هو لو انت دوست على علامة الدولار وجات لك القايمة دي ودوست على سماح، هو هنا ان انت بتقول للفيسبوك خد كل الصلاحيات ان انت تبدأ ان انت تعرف ايه هي الانشطة المتعلقة بالبيزنس بتاعي، بالصفحة بتاعتي. يعني اكنك بتديله اذن ان هو يعرف كل حاجة متعلقة بالبيزنس بتاعك
بالصفحه بتاعتك، يكون يعرف مثلا الطلبات العملاء والتسميات، ويعرف مراحل العملاء المحتملين. يعني يقدر ان هو بتديله كده زي اذن اكسس، اذن وصول ان هو يعرف ياخد كل البيانات اللي موجوده على الصفحه بتاعتك، البيانات اللي ما بينك وبين العملاء بتوعك. فيقدر يخش لما انت تدوس على سماح هنا، لما بتدوس على سماح فانت كده بتدي اذن للفيسبوك ان هو يعرف كل البيانات اللي ما بينك وبين العملاء، يعرف يشوف شكل العميل بتاعك عامل ازاي، يبدا ان هو يعرف البيزنس بتاعك عامل ازاي. فيبدا يعرف شكل العميل بتاعك بناء على ايه؟ زي ما قلت، بناء على ان هو انت بتدي له اذن ان هو يعرف كل المعلومات عن البيزنس بتاعك وعن العميل بتاعك، ان هو بيخش في المحادثه بتاعتك ويبص على العميل ويعرف فين العميل الايه اللي هو فعلا العميل المحتمل، والعميل اللي اشترى منك المنتج او الخدمه. ودي النقطه الثانيه. فاول نقطه هو ان اولا بتدي اذن للفيسبوك ان هو يعرف المعلومات عن البيزنس بتاعك، ويعرف المعلومات اللي ما بينك وبين العملاء بتوعك، يخش على المحادثه يبدا ياخد البيانات بتاعت المحادثه ويبدا يحللها ويشوف مين العميل ايه اللي اشترى منك او العميل المحتمل فعلا، ويبدا ان هو ياخد خصائص العميل ده ويجيب عملاء او يوصل لعملاء شكل العميل بتاعك. فانت لما تيجي تعمل اعلان تلاقي الفيسبوك بيتحسن نتيجه ان انت خلاص اديته اذن بده. طيب النقطه الثانيه بقى اللي هو خلاص انت بعد ما بتدي له اذن هو بيبقى محتاج بقى ان انت توجهه اكتر. بمعنى ايه النقطه الثانيه؟ التوجيه اللي هو هيخش على المحادثه. لما يخش على المحادثه هو عايز يعرف شكل العميل اللي اشترى، فانت كده لازم بتدي له توجيهات اوليه. لما يعرف اللي هو ده شكل العميل اللي اشترى فيبدا ياخد خصائص الشخص ده ويبدا يروح للفيسبوك ويبدا يدور على شخص عنده نفس الخصائص، شبيه بالخصائص بتاعت الشخص اللي اشترى منك من الماسنجر قبل كده. فتيجي تشغل اعلان فتلاقي بيحسن لك الاعلانات على الايه، على التوجيهات اللي انت اديتها له قبل كده. طيب التوجيهات دي بتتعمل ازاي؟ اول حاجه زي ما قلنا ان انا خلاص انا بديله اذن، اقول له خد البيانات اللي انت عايزها من البيزنس بتاعي ومفيش مشكله، انا بديك اذن ان انت تبص على المحادثات ما بيني وبين اي عميل. فدي اول نقطه انا بعملها، فبدوس على سماح كده. اول ما بدوس على سماح بيديني الايه، بيديني الجزء ده. وهنا بقى الجزء اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه، انا كده هلغيه كده وهفهمكم اكتر. النقطه الثانيه اللي هي خلاص بعد ما بتدي له اذن لازم تدي له توجيهات اوليه، تفهمه شكل العميل بتاعك في الاول لحد ما يعرف هو بقى خلاص مع التكرار بقى، ويعرف شكل العميل اكتر من مره وتدي له اكتر من توجيه وتقول له ده شكل العميل بتاعي. مع الوقت هو بيفهم ويحفظ شكل العميل بتاعك وخلاص بقى هو بيجيبه بكل سهوله، مفيش اي مشكله. بس في الاول هو محتاج ان انت تدي له شكل العميل اللي يشتري او اللي اشترى منك او العميل المحتمل بتاعك. طب بنعملها ازاي؟ اول حاجه زي ما قلنا بعد ما بتدوس سماح بنيجي هنا بنختار العملاء بقى. بيبقى في طبعا عندنا عملاء بعتوا لنا رسائل هنا، ففي منهم عميل خلاص هو فعلا هيشتري او اشترى ايا كان. فبعمل ايه؟ باجي عند الماسنجر مثلا اللي هو ده العميل اللي اشترى، فبدوس عليه كده وباجي هنا بدوس على علامه الدولار عادي خالص. خلاص بقى انا دوست سماح اول مره، فهنا بيبدا يقول لي ايه، اديني مبلغ، قول لي العميل ده اشترى منك حاجه بقد ايه وكانت العمله ايه. فمثلا لو انا كورس مثلا ببيعه، فاقول مثلا والله العميل اشترى مني بكورس ب 5000 جنيه. ده مثلا ده كورس على سبيل المثال، اعلانات الفيسبوك مثلا، وادوس على انشاء طلب. اهو انا كده عملت ايه؟ انا كده اديت قيمه للعميل اللي انا عملت معاه المحادثه. فالفيسبوك يفهم ان العميل ده كده عمل ايه، اشترى منك حاجه او عمل حاجه ب 5000 جنيه. فباجي هنا كده عند ايه، عند تمييز كمدفوع او عرض الطلب. باجي هنا على عرض الطلب بدوس عليها، وهنا بيديك بقى ايه الطلب اللي انت عملته. ده عميل مثلا تفاصيل، ده كميه ده كورس اعلانات الفيسبوك اجمالي الاجمالي اهو. الحاله هي دي اللي انا كنت قصدي عليه، ده حاله طلب الدفع. تمام، فانا اقدر اغير ده، مفيش اي مشكله خالص. ده كده هو عايز يدفع، ده ده تم طلب الدفع، يعني اللي هو كده هيدفع.
فانا اقدر ان انا اغير ايه في الحاجه دي، مفيش اي مشكله. ده ازاي ممكن ادوس على تمييز برضو كمدفوع، اللي هو ايه، ان هو ان انا كده بميزه ان هو دفع، مفيش اي مشكله خالص. اهو بصوا كده كده ان هو دفع، ده تمييز كانه هو كده دفع. هو طلب اكنه هو طلب ان هو يشتري الكورس، بعد كده انا قلت له ايه بعديها، لا ده خلاص ايه، ده دفع. لو انا مثلا حاجه بشحن له حاجه، فاقول له ايه نفس الكلام، ده عمل طلب انه عايز يشتري الحاجه دي، بعد كده بدوس على تمييز كمدفوع ان هو دفع الحاجه دي بالفعل. طب الحاجه دي راحت له ولا لا، هتتشحن له، فممكن ادوس على تمييز على انه تم الشحن، ده المرحله اللي بعد كده، لما الحاجه توصل له، وهكذا. فده مهم جدا، ده انت بتعرف الفيسبوك الشخص ده الحاله بتاعته معاك عامله ازاي، عشان هو يفهم العميل ده كده شكله معاك ايه. فعن طريق زي ما قلت عرض الطلب، ادوس عليها كده، وهتلاقي هتلاقي اهو انا انا عملت ان هو دفع، وان هو تم عمل طلب الدفع، ومدفوع ان هو دفع خلاص، وبعد كده عمل تم الشحن ان هو المنتج اتشحن له. فالفيسبوك هيبدا يشوف مين العملاء، عميل زي ده كده، فيبدا ياخد الخصائص بتاعته ويجيب لك ناس شبيهه ليه، وهكذا. فاجي ناحيه الشمال برضو اقدر اتحكم في الجزء ده من ناحيه الشمال كده. طبعا هي دي مجرد لما دوسنا سماح في القائمه اللي فاتت او الواجهه اللي فاتت، لما دوسنا سماح فهو بيجي له الجزء ده مشاركه البيانات، ان البيانات بتاعتي هو يقدر يشاركها. زي ما انا قلت لك تقدر بقى تستخدم حاله الطلب ده كده، تقدر تستخدمها وتغير فيها عن طريق الجزء ده اهو. اهو مثلا اقدر ان انا برضو ادوس على موافقه هنا، باجي هنا حاله الطلب. هو يمكنك استخدام انتقاد جهات الاتصال الصفحة لتتبع معلومات العملاء، فأدوس رأي، بعد كده أدوس وافق. مفيش أي مشكلة فيها. تمام. وزي ما أنا قلت أقدر إن أنا أعمل بقى إن أنا أعمل تسميات برضو أهو. أقدر أقول ده عميل جديد، يعني ممكن إن أنا أسميه ده عميل جديد. يعني أهو ده العميل اللي أنا واقف عنده ده، الشات اللي أنا واقف عنده ده، أو المحادثة اللي أنا واقف عندها. أقدر أجي عند التسميات دي وأقول للفيسبوك ده عميل جديد، هيتكتب عنده كده ده عميل جديد، فبرضه هو يكون عارف عميل جديد. وفي نفس الوقت في المحادثات لما الفريق يجي يبص، لما يلاقي ده عميل جديد فيفهم ان ده عميل جديد ليه اسلوب وطريقه احنا هنبدا نتكلم معاه بيها، وهكذا. فده الجزء ده مهم جدا. هنيجي عند حاله الطلب بقى، زي ما انا قلت لكم، هندوس عليها بعد ما دوست وافق على الراي. هيجي لك بقى الجزء ده، فتقدر انت تقول بقى ده تم الطلب، ده تم الشحن، ده تم الحجز، ممكن ده تم الحجز. فهتلاقي ان ده كده عرض الطلب، ان ده عميل اهو، ده عميل جديد وتم الحجز. فده كده الشخص اللي انا بعمل له عرض الطلب، وبفهم الفيسبوك زي ما قلت لو دوست على عرض الطلب ده، فكده اكني انا قلت الفيسبوك ان الشخص ده عمل طلب، وبعد كده دفع، بعد كده تم الشحن. فطبعا انت بتيجي لما الشخص بيطلب الحاجه بتروح انت جاي عامل طلب، لما بيدفع بتروح جاي داخل برضو نفس الكلام، داخل هنا كده تاني اهو المحادثه بتاعته بتروح دايس ان هو عمل ميزه كمدفوع. بعد كده لما الحاجه تتشحن له تديسه تميزه كان هو الحاجه تم الشحن ليه. فالفيسبوك يبدا شخص زي ده ياخد الخصائص بتاعته ويروح يجيب البيانات لعملاء شبيهه بالشخص ده، فتلاقي الاعلانات بتتحسن نتيجه ان انت بتديله بعد ما اديته سماح ان هو ياخد البيانات، بتديله النقطه الثانيه اللي انت تديله توجيهات مين شكل العميل بتاعك لحد ما يفهم مين شكل العميل بتاعك. طبعا برضو الجزء اللي ناحيه الشمال ده مهم قوي. فمثلا هنيجي كده، هنيجي عند حالة الطلب. حالة الطلب دي هتلاقوها بتبان كده عند ناحية اليمين كده من تحت بعد الاسم، تحت الاسم بتاع العميل بتاعك كده. ده عشان زي ما قلت ان لما يبقى في فريق بيخش يتعامل ويرد على المحادثات،
بيبقى كل واحد عارف العميل ده كده عمل ايه من بره كده، مش لازم يخش على الايه على المحادثه. ازاي بقى؟ مثلا حاله الطلب ده اهو، انا واقف كده عليه اهو، فتلاقي حاله الطلب ادوس عليها كده. طبعا لما بتدوس على حاله الطلب في الاول لازم بتوافق على الشروط والاحكام. بيجي لك يقول لك دوس راي، بعد كده دوس اوافق، وبتدوس اوافق. وبعد كده بتقول له والله العميل ده مثلا الحاجه دي تم الشحن ليه، فهتلاقي بيتكتب ايه تحت كده ان الحاجه دي كده ايه خلاص تم شحن اهي، مكتوب اهي تم الشحن. والله عايز اضيف حاجه تانية اللي ايه اللي تم مثلا الدفع مثلا. فهتلاقي ايه هتلاقي مكتوب ايه تم الدفع اهي. بص اتغيرت اهي، تم، لو وقفت كده عليها تم الدفع. ده تمييز بيتعرف من بره عشان يبقى اي حد باللي بيرده من المبيعات يكونوا عارفين العميل ده ايه ظروفه عامله ازاي، ايه موقفه، بدل ما يخش على المحادثه من جوه وهكذا يعني. تقدروا برضو انتوا في الجزء ده كده اهو، تقدروا ان انتوا العميل ده تدوسوا كده على الجزء على مرحله العميل المحتمل، وبتقولوا بقى العميل ده كده ايه مؤهل، ده ولا ده مسجل خلاص سجل معانا مؤهل، تم التحويل، مفقود غير مؤهل. برضو دي بتسهل عليكم بقى انتوا كايه كفريق ان انتوا تعرفوا خصائص العميل ده. فمثلا لو دوست مثلا تم التحويل اهو، دوست تم التحويل، فهيجي جنبه كده اللي هو ايه ده تم التحويل. وفي نفس الوقت ده بيبين برضو لميتا ان كده العميل ده خلاص كويس جدا. تمام. لو انا دوست مثلا على مرحله العميل محتمل ده ورحت دايس على غير مؤهل، دوست غير مؤهل كده، فبرضو ميتا بتفهم ان العميل ده غير مؤهل، خلاص مش هو ده العميل الايه المناسب بتاعك. فده كل دي خصائص انت بيانات بتديها لميتا او للفيسبوك عشان يعرف شكل العميل بتاعك. فبرضو الجزء العمود ده مهم جدا ان انت ايه برضو ايه تدي بيانات لميتا وتدي بيانات للفريق بتاعك لما يجي يشوف يعرف من بره كده العميل ده ايه موقفه عامل ازاي. ده عميل مسجل فخلاص يبقى مسجل. هتلاقي حتى من جوه كده اهو تم تعيين مرحله المحتمل الى العميل محتمل الى مسجل، وهكذا. تقدروا انتوا برضو تنزلوا تحت كده زي ما قلت بقى في تسميات بقى، ان انت تقدر ان انت ده تقول ان ده عميل جديد. مثلا تقدر تدوس كده على عميل جديد فهيتعلم ان هو ده عميل جديد. وهكذا. عايز تشيل خالص عميل جديد بتشيلها من هنا. وكده كده انت زي ما قلت مراحل العميل المحتمل هتلاقيها اهي موجوده هنا اهي، تقدر تختار منها. وتقدر ان انت تنزل تحت بقى برضو اللي انت عايز ان انت تعمل اضافه ملاحظات. لو انت عايز تضيف ملاحظات تانية فتقدر تدوس كده وتكتب الملاحظات مثلا اللي انت عايز تضيفها، معاك لحد 1000 حرف. تقدر تكتب ملاحظات بقى مثلا العميل ده هيستلم في الوقت الفلاني المكان الفلاني وهكذا. دي ملاحظات برضو مهمة هتفيد الفريق بتاعك. في نفس الوقت برضو ميتا كل البيانات دي هو خلاص هو انت اكنك بتشاركه البيانات دي، بيعرف كل البيانات دي برضو بتفيده جدا. اخر حاجه بقى في الجزء اللي فوق ده اللي هو ايه اللي انت تقدر تضيف بقى تفاصيل تانية عن المعلومات عن الشخص ده. فتقدر تدوس على اضافه تفاصيل، لما بتدوس عليها برضو بيبقى فيه شروط بتوافق على الشروط والاحكام، وبعديها على طول بيتفتح لك الجزء ده. تقدر بقى هو خلاص ده الشخص اللي بعت لي رساله، وبتقول بقى رقم تليفونه بقى والبريد بتاعه وعنوانه والمدينه. برضو كل التفاصيل دي بتفرق جدا، مع البيتا لو موجوده تبقى كويس جدا، وفي نفس الوقت مع الفريق بتاعك. فكل ده بيحسن من الاستهداف، خلاص هو بيبقى معاه معلومات كبيره جدا عن العميل بتاعك. خلينا ناخد مثال تاني كده تفصيلي. مثلا اهو ده عمر احمد كتب ممكن تفاصيل، فاجي عند علامه الدولار ادوس عليها، وهنا مثلا هعمل 10000 جنيه مثلا اهو العمله مصري، وده شراء كورس سناب شات مثلا، شات مثلا، وادوس على انشاء طلب اهو. دوست كده على انشاء طلب. بعد كده بدوس على على عرض الطلب. اول ما بتعمل انشاء طلب كده معناه ان الشخص ده خلاص عايز يشتري الحاجه دي، عايز يشتري المنتج او الخدمه دي. ففي مراحل بعد كده بيمر بيها. لما العميل يمر بالمراحل اللي بعد كده
تروح انت على طول ايه دايس على اهو تمييز كمدفوع عشان ينزل للمرحله اللي بعد كده مدفوع اهو. لما يدفع خلاص هو دفع، فبدوس ايه تمييز كمدفوع، هيروح نازل للايه لمرحله الايه المدفوع او تمييز كمدفوع. ممكن ان انا اهو هيعلم عليه اهو، ممكن ان انا اخرج خلاص. هو كده كده هو دفع، بس لسه لو مثلا اي كوميرس منتجات هتوصل له، بس لسه المنتج ما وصلوش، فهو دفع بس لسه المنتج ما وصلوش، فانا بقف عند كده. طب خلاص المنتج هيتشحن له بقى، فارجع تاني ادوس على عرض الطلب واقول للفيسبوك ده ايه ده خلاص ايه ده هيتم ايه الشحن ليه، عن طريق ان انا ادوس على التمييز على انه تم الشحن وهكذا. فكده انت بتدي بيانات للفيسبوك عن كل شخص، فبياخد خصائص الشخص ده ويدور يجيب لك اشخاص شبيهه بالشخص ده، فتلاقي الاعلان بيتحسن مع الوقت. بقى تلاقي الاعلانات الفيسبوك والانستجرام والواتساب كلها بتتحسن، ليد جنريشن كل حاجه، اعلانات اللي هي العملاء المحتملون كل ده بيتحسن. بس هي بتبدا من ايه من الجزء بتاع الايه الاعلانات الماسنجر. كل جزء ناحية الشمال ده اللي احنا شرحناه تقدروا انتوا تطبقوه على كل عميل، مفيش اي مشكله خالص. او زي ما قلت اللي انت بتبدا انت هنا اهو تعمل حاله الطلب، مفيش مشكله تقول والتسميات، وتقدر ان انت الملاحظات، وتقدر برضو ان انت اهو حاله الطلب اللي كنا بنقول عليها، تقدر تعمل اضافه ملاحظات وهكذا. فده كده كان الميزه القويه جدا، هتفرق وهتحسن من الاستهداف بتاعكم. طبقوها وقولوا لي في التعليقات ايه النتائج اللي انتوا وصلتوا لها، عشان باذن الله هتفاجئوا بالنتائج باذن الله، من الميزه القويه جدا اللي مش هتلاقوا كتير عارفها. خليني اوضح لكم حاجه مهمه جدا، وهو ان تفعيلك للخاصيه دي ده معناه ان انت بتساعد الميتا او بتساعد الذكاء الاصطناعي في ميتا ان هو يستخدم البيانات ويحلل البيانات، وده طبعا بيحسن من الاستهداف. ودي من الحاجات اللي انا دايما بحطها في الاستراتيجيات القويه جدا عشان اوصل لعميلي المثالي وعشان احقق نتائج ومبيعات كبيره جدا من الاعلانات بتاعتي. وفي النهايه لو في اي مواضيع حابين ان انا اتكلم فيها تقدروا تكتبوها لي في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله اشوفها واحضر لها في الفيديوهات الجايه. وبفكرك لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو، واشوفكم على الف خير الفيديو الجاي، والى اللقاء.